إذا تواجد أهل غزة على الأرض في غزة لن يسمحوا لشركة أمريكية أو شركة من الاتحاد الأوروبي إن هم يجوا يعملوا إعادة أعمار. بص يا صديقي، موضوع إن مصر كانت فين قبل 7 أكتوبر، ده موضوع مهم جدا جدا علشان نفهم مصر بقت فين بعد 7 أكتوبر. كلنا نفتكر موضوع صفقة القرن واللي أثيرت في أول ولاية لترامب. موضوع صفقة القرن ده كان موضوع ملفت للنظر. يعني كانت الناس بتتصور إن صفقة القرن هتتم وكل بنود صفقة القرن هتكون موجودة. طبعا في كانت إشكاليات، والفترة دي احنا كنا بنتكلم في إشكاليات صفقة القرن دي وفي مقدمتها تفريغ غزة من أهلها. والحقيقة إن ما بعد 7 أكتوبر كان في تصريح من المتحدث الرسمي لحماس اللي هو أبو عبيدة، وكان بيتكلم فيه عن أسباب 7 أكتوبر، وكان ضمن الأسباب سيناريو تفريغ غزة من أهلها بصورة أو بأخرى. طبعا السيناريو ده سيناريو مرفوض تماما في السياسة المصرية. يعني الساسة المصريين عارفين ان موضوع تفريغ غزة من اهلها مش بس ان تفريغهم نحو سيناء، تفريغهم اساسا واحلال القوات الاسرائيلية على الحدود، بعيدا عن ان هذه قضية عربية وقضية مهمة وقضية إنسانية وقضية جيرة وقضية إخواتنا وقضية، بعيدا عن هذه الحاجات الإنسانية. الوضع مش هيكون مناسب بالنسبة لدولة زي مصر إن يبقى في على حدودها الكبيرة في الشمال الشرقي سيطرة إسرائيلية كاملة على الأرض، وجود لقوات إسرائيلية مواجهة للقوات المصرية وحاجات كتير. فمصر من قبل 7 أكتوبر وهي رافضة تماما سيناريو التهجير، والضغط على مصر بصورة كبيرة جدا. والكلام ده كنا قلناه في فترة من الفترات، والناس كانت بتقول ان احنا يعني كنا ميالين شوية للإدارة المصرية في الموضوع. لكن هي الفكرة مش ميل، الفكرة الحقائق. يعني في النهاية أنا شخص معارض، لكن أشوف آه، الحقيقة وابرزها، ابقى انا بحترم نفسي وبحترم الاخر وبحترم اللي انا بتكلم معاه. النقطة الرئيسية في آه، اللي ادت في النهاية الى افشال صفقة القرن بتاعة ترامب هي رفض سيناريو التهجير. رفض سيناريو التهجير. طبعا في تصوري انا، علشان برضو ما اكونش آه، بتجنى على الناس او ايا كان، لكن اللي بيثق في رؤيتي للاحداث هو ده اللي ممكن يشوف الحدث من وجهة نظري. فانا بتكلم عن الحدث من وجهة نظري ان مصر بعد ما واجهت الملف بتاع التهجير ده مواجهة مش باينة مش واضحة. وللاسف احنا عندنا اشكالية كبيرة في ان الساسة المصريين ما بيعرفوش يوصلوا عبر القنوات الاعلامية ال 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 التحديات اللي هم بيخوضوها لصالح القضايا العادلة اللي زي دي، لان عندنا اشكاليه في الاعلام احنا عارفينها كلنا. طيب، مصر تصدت للموضوع ده وحصل ضغط اقتصادي كبير جدا على مصر. حصل اشكاليات مختلفه داخليه، عندنا مشكله في اداره الملفات، عندنا مشكله في كذا، لكن المشكله الكبيره وسط الحاجات دي كلها هي الضغط الاقتصادي الخارجي، وبالذات الضغط الخليجي. السعودية كان ليها دور في الموضوع. طيب، 7 أكتوبر قامت ليه؟ 7 أكتوبر قامت لما الفلسطينيين عرفوا إن خلاص ملف التهجير ده ممكن يكون مطروح في الفترة القادمة، وإن الحائط الصد اللي هم كانوا شايفينه خلاص بدأ يبقى فيه ضغط كبير جدا 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 علينا. فحصلت 7 اكتوبر. ف7 اكتوبر حصلت
علشان تضرب ملف التهجير في الأساس، تضرب صفقة القرن، تضرب الصفقة اللي بدأ الناس كلها تبقى خلاص عملت حسابها إن غزة فاضية. فالنهاردة وصلنا لنقطة إن شعب غزة بقى ليه تحالف دولي بيضمن له حقوقه المشروعة. محتاج علشان أمريكا تفرغ غزة من سكانها، محتاجين مجنون يبدأ يتكلم في هذا الملف، بعد ما كان تقدر أمريكا بصورة أو بأخرى إنها تدعم إسرائيل، إنها تبدأ تستحوذ على أماكن في غزة، أو يبدأ يقنعوا المصريين إن هم يديروا معاهم غزة بصورة أو بأخرى. وكانت أسهل حاجة على مصر إن هي تقول خلاص أنا هدخل غزة، بتاعم أمريكا أسقطوا الديون، ادوني فلوس، الشعب يعيش مستريح، الدنيا تبقى كده. لكن الإشكالية هنا إيه؟ الإشكالية إن كان في رفض مصري، والناس في الناحية التانية الإعلام الآخر بدأ يقول إن مصر باعت القضية وباعت الملف. اللي احنا فيه دلوقتي ده استمرار وخط مستمر بقالنا سنين كتير جدا، لكن احنا أو الناس مش شايفاه. وبالتالي فالإجابة على إن مصر كانت فين، مصر كانت موجودة، لكن لم يتم تغطية هذا الأمر إعلاميا بالصورة الكافية. وبالتالي فأصبح في تشويش في الصورة النهاردة. ده استمرار الخط مستمر بقاله فترة طويلة، لأن في النهاية إحنا بلد مؤسسات. مصر بلد مؤسسات، مصر بلد عندها مؤسسات، عندها خطوط حمراء في النهاية، ومنها الخط الأحمر الكبير في السياسة الخارجية المصرية، وهو آه، ملف فلسطين. طب احنا هنا وقفنا عند نقطة إن موضوع ملف غزة ده بقاله سنين كتير جدا مطروح على الأرض. طب إيه الموضوع التاني؟ موضوع ملف الإعمار. النهاردة ترامب بنظرية الرجل المجنون اللي متبنيها، ودي نظرية قديمة يعني في السياسة الأمريكية، ومش لازم نسهب فيها، لكن هي نظرية قديمة في السياسة الأمريكية، إن هو بتوصل لأقصى درجة من ممكنة في التفاوض، بتقول الكلام الغير معقول علشان في النهاية خصمك ده يقبل باللي أنت أصلا كنت عايزه في الأساس. ودي نظرية موجودة. فهو ترامب واخد على هذه الطريقة في البيزنس، إنما في السياسة الموضوع مختلف. النهارده وهو بيتكلم عن الموضوع ده آه عنده حاجتين. الحاجة الأولانية إن هو في وسط الرسائل بتاعته، أنا اللي هدير إعادة إعمار غزة، يعني خلاها حاجة مسلم بيها، اللي هو علشان أمريكا تدير عشان أعرف أعيد الإعمار لازم أفرغ الناس. وأنت مين اللي قال لك أصلا إن أنت اللي هتعيد الإعمار؟ أنت مين اللي قال لك أصلا إن أنت هتعيد الإعمار؟ انت سكان غزة اصلا، اذا كنت انت عايز تهجر سكان غزة والمجتمع كله رافض، فهتعيد الاعمار وسكان غزة موجودين، فسكان غزة مش هيثقوا في حد غير الجانب المصري. لا هيثقوا في ده ولا هيثقوا في ده. الجانب المصري هو الجانب الوحيد الآمن بالنسبة لقطاع غزة. وبالتالي فإعادة الإعمار ده مش ملف مفروغ منه إن أمريكا هي اللي هتدير إعادة الإعمار، لكن هو بيوصل بالسقف بتاعه المنطقة علشان نقول ده خلاص، خلاص هو في إيده ملف إعادة الإعمار. وده كلام إحنا فاهمينه. وبيان الخارجية كان لسه طالع من شوية بيقول في آخر البيان خالص إن مصر هتسعى إنها تكون تحالف من مجموعة دول، أو تبدأ تنسق مع مجموعة دول على المستوى الدولي، يعني عشان ملف الإعمار. يعني في النهاية مصر هي اللي تقود الموضوع بتاع ملف الإعمار، لأن أولا مفيش ثقة عند الفلسطينيين بأمريكا أو بالاتحاد الأوروبي أو بالناتو خالص. دي الحاجة الأولانية. الحاجة التانية إن مصر كجارة
وكبعد تاريخي وبعد أمني وبعد استراتيجي وكل الأبعاد اللي هنقدر نقولها، ما ينفعش حد أو دولة أخرى تقوم بإعادة الإعمار غير مصر. فخلينا يعني خلينا نركز في الأسئلة على ما سيحدث بعد ذلك أو تفسيرنا لما حدث. لكن الاتهامات اللي ممكن تكون تحت تأثير الإعلام بصورة أو بأخرى، دي اتهامات يعني إيه بتدل على إن إحنا ما وعيناش الملف كويس جدا. الإشكالية هنا واخدة محورين. المحور الأول هو تفريغ غزة من سكانها علشان يبدأ يكون في سيطرة بصورة أو بأخرى أو تمدد إسرائيلي في المنطقة، وده الحتة التانية إعادة الإعمار هتكون بإيد أمريكية بشركات أمريكية، والاتنين مرتبطين ببعض. إذا تواجد أهل غزة على الأرض في غزة لن يسمحوا لشركة أمريكية أو شركة من الاتحاد الأوروبي إن هم يجوا يعملوا إعادة إعمار. يعني مفيش سماح، مفيش ده، مش هيسمحوا بده. لا حكومة حماس هتسمح بده ولا الناس جوه غزة هتسمح بده. الدولة الوحيدة، الدولتين اللي ممكن يعملوا ده هو مصر وقطر. ومصر هي اللي ممكن تعمل ده نتيجة أشياء كثيرة جدا بتتفوق فيها على قطر بصورة كبيرة جدا في الملف الفلسطيني في غزة. فمهم نفهم الأبعاد دي عشان واحنا بنحكم على الأمور نحكم على الأمور بصورة منضبطة متوازنة بدون انفعالات وبدون مشاعر ممكن تودينا ان احنا ما نفهمش الأمور بصورة جيدة.